السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى وأغلى متابعات في الدنيا كلها، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا كده في أسعد أوقات حياتكم. طبعا كده قبل أي حاجة اشترك في القناة وفعل الجرس وحط أحلى لايك منك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وياريت كمان تشيريه لصحابك يبقى فضلا منك. وشكرا بجد لكل الناس الجديدة اللي دخلت القناة. يا رب أكون دايما عند حسن ظنكم. ويلا بينا بقى نبتدي كده روتين رمضاني وفي نهار رمضان، وروتين جامد جدا، وهنعمل حاجات حلوة قوي هتشجعك خلال يومك وهتظبط يومك وهتنظم يومك وتخليكي تعملي حاجات كتير في وقت قليل ان شاء الله. طبعا في ناس بتودع عيالها المدارس، طبعا الله يكون في عونهم على الصحيان بدري في الوقت ده، لان طبعا بالليل بنكون صاحيين بقى للفطار والسحور وكده، فالنوم المتقطع ده بيبقى صعب جدا ان انت تصحي من بدري. لكن لو انت بقى ست بيت عادية مثلا ما يعني ايه اطفالك لسه صغيرين، لسه ربنا مرزقكيش ان شاء الله، ربنا يرزقك قريب. آه، آه، عارفة انت بيبقى عندك سماحية ان انت تصحي متأخر شوية، يعني على اذان الظهر كده بتلاقي نفسك فوقتي وخلاص قمتي بتصلي الظهر ويبدأ يومك. فحاولي ان انت فعلا تفوقي كده على صلاة الظهر. حتى لو انت صحيتي بدري ووديتي عيالك المدارس، حاولي ان انت ترجعي تنامي شوية، عشان تحسي ان انت فوقتي وقادرة تكملي اليوم بتاعك. فانت اليوم بتاعك كده حاولي ان انت يبتدي معاكي من بعد صلاة الظهر، تصلي الظهر، تسمعي اذان الظهر وتصلي الظهر، وتبداي بقى ان انت تبداي اليوم بتاعك. شوفي بقى تبداي بايه. طبعا احنا بسبب شهر رمضان احنا بننسى الغسيل، مجرد ما المغرب بتدن عليكي انسي بقى موضوع الغسيل اصلا ان انت تفتكريه. فحاولي ان انت تظبطي الغسيل بتاعك من اول ما تصحي من النوم من بعد صلاة الظهر كده. اول حاجة تعمليها في يومك ان انت تظبطي الغسيل بتاعك. شوفي مثلا غسيل عايز 12، غسيل عايز يتطبق ويتعان، غسيل عايز يتغسل لسه. فانت حاولي تظبطي الليلة دي كلها كده اول حاجة في اليوم بتاعك. تمام. بعد كده طبعا انت قبلها بليلة انت مظبطة انت هتطبخي ايه النهاردة وهتفطريهم ايه النهاردة. تمام، يعني ما تسيبيش نفسك كده للظروف واليوم هو اللي يمشيكي، لا انت اللي تكوني مظبطة انت هتاكليهم ايه النهارده. فاهمه؟ وانت لو مثلا مظبطه نفسك ان انت هتاكليهم اكله خفيفه، مثلا سجق، برجر، حاجات كده تتقلب بسرعه، ايا كان بقى الاكله السريعه دي. فانت حاولي ان انت تزحمي يومك في شغل البيت شويه، يعني فاهمه؟ يعني حاولي تعملي حاجات كتير في شغل البيت. اعملي كذا حاجه. مثلا مطبخ مع اوضه النوم عايزه تترتب، اوضه الاطفال مش عارفه الهدوم عايزه تتظبط. فاهمه؟ يعني اعملي كذا حاجه بحيث ان انتي عارفه نفسك ان انتي مش هتتعبي النهارده. يا سلام بقى لو انتي معزومه، هتبقى الموضوع احلى بكتير. بس انا يعني موضوع العزومات ده يا بنات خلاص بقى موضة قديمة في وسط غلاء الاسعار. هو طبعا للاسف يعني دي حاجه مش حلوه، بس ما بقاش كتير زي الاول. بعد ما خلصت الغسيل بتاعي وظبطته، وفي غسيل برضو كنت طبقته وعينته، هنا بقى بدأت ان انا اظبط الريسبشن، بدأت ان انا اكنس الارض كويس قوي قوي، يعني مجبتهاش معاكم كلها، بس لا يعني كنست كده من تحت الكنب. يعني خليت الدنيا نظيفة، حطيت كل حاجة في مكانها في الريسبشن، ما سبتش مثلا حاجات متبعترة او حاجة مش محطوطة في مكانها، لا كل حاجة حطيتها في مكانها الصح. فانتي حاولي تعملي الحركة دي، لان فعلا ده هيحسسك ان البيت متروق، حتى لو هو مش متروق بس هيحسسك ان الدنيا رايقة معاكي. حطي كل حاجة في مكانها. لو عملتي كده كل يوم، آم، لما تيجي تنضفي الريسبشن هتلاقي اصلا هو نظيف، مش محتاج بس غير ان هو يتكنس كنسة حلوة كده ويتظبط كده من على الوش وخلاص. وطبعا احنا عاملين منضفين تنظيفة عميقة، فاللي هو فعلا انتي بتنضفي كده من على الوش كده وخلاص على كده. بس يا بنات فانت حاولي ان انت نهار رمضان ده ما تسيبوش برضو كده. لكن بقى لو انت بقى طبخه اكل مثلا محشي، طبخه فراخ، طبخه مش عارفه ايه، لا ما تعمليش حاجه في البيت، حتى لو متكركب ما تعملهوش، كفايه عليكي وقفه المطبخ. لان فعلا وقفه المطبخ يا بنات في رمضان بتبقى صعبه قوي قوي قوي، وبترهق جدا. عشان كده الحمد لله احنا كستات لينا اجور كتيرة قوي عند ربنا، فالحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، ودايما كده ربنا كده مقدرنا كده ومدينا قيمتنا بزيادة. في اللحظة دي بقى يا بنات بحس بقى خلاص ان البيت فعلا نضف. فتنظيم البيت ده حاجة مريحة جدا للنفسية.
يعني حتى كمان هيساعدك ان انت تعرفي تصلي كويس، تركزي في الصلاة. يا سلام بقى بعد كده ترشي معطر مثلا ايا كان نوعه، بس طبعا يكون يعني ريحته حلوة او ريحته بتريحك انتي، لان في روايح بتبقى حلوة بس مثلا بتتعب انفك. يعني مثلا انا واحدة من الناس عندي حساسية، فمش اي ريحة بتريحني. ففاهمة انتي؟ بصوا بقى كده، احساس الراحة، احساس الروقان، احساس ان الدنيا رايقة ومتظبطة معايا، بجد ما يتقدرش. فما تبخليش على نفسك ان انتي تقعدي كده في بيت نظيف وبيت كده متروق ومتظبط والدنيا كلها هس هس كده وتمام التمام. ندخل بقى كده بقى على المعركة. شايفين المطبخ كان عامل ازاي؟ ف ما كنتش يعني دي مواعين سحور على طبق مثلا من الفطار، بس انا كنت عامله المواعين بس ما عادي عادي. فدخلت كده طبعا زوجي من الحاجات الجميله اللي هو بيعملها لما اكون نايمه ومش صحيانه كده، ان هو يقشر البرتقال ويسيب قشر البرتقال في الحوض. فشكرا، شكرا. ف بدأت كده اظبط الحوض بتاعي قبل ما افتح الحنفية، والمية بقى المية ما تنزلش بقى وكده. لا، ظبطت كده، شلت كل حاجة وجمعت كل المواعين عندي في الحوض، وبدأت ان انا بقى اغسل المواعين كده بروقان كده ومزاج بقى. يا ريت بقى لو انتي كسلانة او مش قادرة تعملي بيتك، مش قادرة تقومي تعملي المواعين، شغلي الفيديو ده جنبك واذكري ربنا كتير وقولي لا حول ولا قوة الا بالله، وربنا يا رب يعينك ويقويكي على شغل بيتك وعلى كل المشاكل اللي موجودة عندك. هتتحل بإذن ربنا، وليس لها من دون الله كاشفة. ربنا بس هو اللي قادر ان هو يفك كربك وهمك، ربنا بس اللي قادر ان هو يحل كل مشاكلك اللي انت بتعاني منها. فبدل ما تفكري في همومك ومشاكلك وانت واقفة في المطبخ واقفة تغسلي المواعين، طب ايه المشكلة لما انت تقفي تذكري ربنا؟ وهتلاقي لها بعد كده حل، وهتلاقي لها مخرج ان شاء الله باذن الله. فحاولي ان انت كده ظبطي مودك واذكري ربنا كتير، هتلاقي نفسيتك ارتاحت. بدل ما يعني الشيطان بيسلمنا في اللحظه اللي انت واقفه فيها على الحوض دي، يجيب لك بقى ايه شريط بقى كده ذكريات، انت زعلانه من فلانه وفلانه زعلتك وفاكره الموقف لما هي ضايقتك، طب فاكره انت يعني معرفتش ترد عليها. فاختصري كل ده على الشيطان، اقفلي الباب ده كده وافتحي باب الاستغفار، وافتحي باب لا حول ولا قوة الا بالله، ذكر، باب ذكر، باب كده الصلاة على النبي وانت واقفة. هتلاقي المواعين، اولا شغل البيت بقى سهل وبسيط وهيهون عليكي، وهتحسي ان انتي ما عملتيش حاجة وما تعبتيش في حاجة، وفي نفس الوقت هتمنع عنك هم كبير وطاقة سلبية كبيرة جدا. فحاولي بجد ان انتي تستفيدي بالوقت بتاعك، ان انتي ما تسلميش نفسك ودماغك وعقلك للشيطان. لا، حاولي ان انتي كده تهدي وتستغفري ربنا وارمي كل حمولك وهمومك على ربنا، هتلاقي ربنا ان شاء الله هيحلها من عنده. كل مشكلة ولها حل عند ربنا، بس احنا مش وحشين، بس احنا بننسى او عايزين اللي يفكرنا دايما ان ربنا موجود وربنا هو اللي قادر على حل كل حياتنا دي. فيا رب دايما معانا، يا رب وفقنا، يا رب فك ضيقتنا وكربنا، اصرف عننا يا رب اي حاجة بتأذينا نفسيا جسديا، كل حاجة يا رب. اجعلنا دايما مرتاحين البال ورزقنا راحة البال يا رب. فيلا كده قومي تشجعي. لو انتي بقى وصلت لغاية هنا فمن فضلك حط اللايك الجامد بتاعك، عشان ده اللي بيشجعني وده اللي بيخليني اقدر اكمل. ف وشيري الفيديو ده كده لكل اصحابك وحبايبك، يا ريت كده تفرحيني. وربنا يا رب يفرح قلوبكم ويفرح كل واحدة بتحط لي لايك، وتفرح كل واحدة بتكتب لي كومنت حلو من قلبها. بجد بتشجعوني قوي يا بنات، وشكرا ليكم، شكرا بجد. فيلا كده بقى ما تكسليش وشغلي الفيديو جنبك، ودايما كده عطري كده يومك بالصلاة على النبي، الصلاة الإبراهيمية، وليها كتير 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 برضو، ليها فضل وليها مفعول كده جميل قوي. قولولي يا بنات، في عادة مثلا سيئة كنت انتي بتعمليها قبل رمضان وبدأت ان انتي تبطليها بعد رمضان؟ يا ريت احنا ندور على الموضوع ده. دوري كده على اي عادة مش حلوة انتي كنت بتعتادي عليها وان انتي بتعمليها كتير في رمضان وبطلتي ان انتي تعمليها. يعني مثلا الغيبة والنميمة، انتي مثلا بتتصلي بواحدة صاحبتك معينة وتفضلي تجيبي في سيرة الناس. مثلا التنمر، ان انتي متعودة تتنمري على الناس وتجيبي سيرتهم بحاجات، يعني فاهمة،
تقلسي على شكلهم وشعرهم. فاهمين انتوا الحاجات دي؟ الحاجات دي يا بنات صعبة قوي وذنبها كبير عند ربنا. فحاولوا ان انتوا بجد لو انت في حاجة يعني فاكراها ان هي هزار وضحك وانت بتعمليها، لا حاولي انت توقفيها وتبطليها. برضو يا بنات اول كده ما تلاقي نفسك ان انت داخل عليكي كده طاقة سلبية وداخل عليكي كده حزن او ضيق او هم او شايلة هم حاجة، حاربي الشعور ده الاحساس ده، حاربيه بالاستغفار. اول ما يجيلك الاحساس ده وتحسي ان انت مخنوقة، اعرفي ان انت بقالك فترة مش بتذكري ربنا، اعرفي ان انت بقالك وقت كده ان شاء الله حتى لو 5 ساعات مثلا ما بتذكريش ربنا. لا، دايما نعود لساننا ان هو رطب بذكر الله. ذكر الله ده يا بنات بيحمينا من حاجات كتير قوي، يعني نعلمها ولا نعلمها، يعني حاجات تعرفيها وممكن حاجات اصلا في يعني ايه في الغيب احنا ما نعرفهاش، ربنا بيصرف شر عننا. فحاولوا ان انتوا بجد يا بنات يعني ايه تحافظوا على النقطة دي في رمضان بالذات. تعودي لسانك على ذكر الله، خلي لسانك يكون رطب كده بذكر الله، لان فعلا هينجيكي من حاجات كتير، وخصوصا ابسطها الهم والحزن والغم اللي بيدخل على قلوبنا وانت مش عارفه ايه السبب، او انت عارفه السبب، او موضوع شغلك موضوع مش عارفه تحليه. طب هتحليه ازاي؟ انت استشعري ان مش هيتحل غير بالقرب من ربنا بجد والله. فالموضوع ده هيفرق معاكم جدا جدا جدا. طبعا في اليوم ده انا قبلها كنت منزله لكم فيديو ان انا مظبطه المطبخ بتاعي، وكنت غاسله البوتاجاز من فوق لتحت وغاسله الارض وغاسله كل حاجه. فانتوا اصلا هتحسوا ان المطبخ بتاعي نظيف، وفعلا هو نظيف والله. بس طبعا المواعين دي اللي كانت موجوده فيه فكان لازم ان انا اعملها. حلو قوي يا بنات اللي انتي تشتغلي شغل بيتك اول باول، يعني فاهمه حتى لو سبتي يوم بس قادره ان انتي تسيطري على الموقف، ما تسيبيش الموضوع يخرج من السيطره ويخرج عن ايدك كده وتحسي في الاخر ان انتي محتاسه. بتحصل، بس بتحصل كل فين وفين، ما يبقاش ده العادي بتاعك ان انتي قاعده محتاسه في بيتك وما انتيش عارفه تروقي حاجه، ما انتيش عارفه تعملي حاجه. لا، حاولي ان انتي يعني ايه تحافظي كده على رونق بيتك. من ضمن الحاجات يا بنات برضو اللي معظم الستات بتعاني منها، ان احنا طبعا متعودين كستات فرفوشات ان احنا بنعمل وقت لنفسنا، وقت تشربي فيه القهوة بتاعك، وقت تاكلي فيه مثلا اي حاجة تكافئي بيها نفسك خلال اليوم. الوقت ده في رمضان اعتقد انه ما عادش موجود. بسبب ايه؟ بسبب ان الاسرة كلها بتنام وقت واحد وبنصحى وقت واحد، فصعب ان انتي تلاقي وقت لنفسك. بس برضو حاولي ان انتي تلاقي وقت لنفسك. ولما تلاقي الشيطان بدأ ان هو يدخلك من نعمة ولادك ومن نعمة جوزك ان هم قارفينك وتعبينك ومعصبينك، يعني خدي نفس عميق كده وابدأي ان انتي كده استغفري ربنا كتير، لان فعلا الشيطان هينكد عليك عيشتك، هيحسسك ان بصي انت مش عارفه تصلي منهم، بصي انت مش عارفه تذكري ربنا منهم، بصي انت مش عارفه تقراي القران منهم. كل ده كلام من الشيطان. اعملي اللي تقدري عليه، ربنا بيتقبل مننا، وربنا يعني عايزنا نعبده ونتقي ربنا بقدر المستطاع باللي بتقدري عليه واللي انت قادره تعمليه. ربنا هيجازينا على خير. مقاومتك واحساسك بالمقاومه اللي انت عايزه تصلي اكتر وعايزه تقراي قران اكتر وعايزه تستغفري اكتر ومش عارفه، احساسك ده هنقدر عليه. ما تخليش الشيطان يدخلك من مدخل يخليكي بقى تتعصبي على ده. بيحصل معايا على فكره، يعني مش بقول لكم ان انا ملاك، لا انا بنقل لكم تجربتي. يعني فعلا بدات احس مش عارفه اركز، مش عارفه اقرا قران، فبدات اتعصب عليهم، فبدات احس لا انا بظلمهم وبظلم نفسي. فاللي هو لا، يعني لازم كده نهدى على نفسنا ونهدى على حالنا شويه. انا غلطانه يا يحيى، انا ما تخليش الشيطان ينكد عليكي حياتك. اعبدي ربنا بالقدر ان انت قادره تعبدي بيه، ربنا هيؤجرنا ويدينا اجرنا وبزياده، وربنا يضاعف لمن يشاء. فيا بنات لا، حاولوا ان انتم متدوش مدخل للشيطان خالص ان هو يسيطر علينا. بصوا يا بنات، هنا في وقت قليل زي ما انتم شايفين، عشان اصلا عندي الدنيا نظيفه، ففي وقت قليل قدرت ان انا اعمل الغسيل بتاعي، ظبط الغسيل بتاعي، قدرت ان انا انضف الريسبشن، قدرت ان انا اعمل المطبخ. فاهمين التنظيفات بصراحه انا اول رمضان افرح بيها كده،
يعني انا عمري اصلا ما عملتها بالعكس، بس حاسه ان فعلا تاثيرها حلو ان انت تعملي تنظيفات عميقه من قبل رمضان. ده احساس رائع جدا جدا، وشكرا لكل يوتيوبر شجعتنا بصراحه ان احنا نعمل التنظيفات دي. فبصوا في وقت قليل المطبخ بتاعنا نضيف خلاص. طبعا مش محتاجه اعمل بوتاجاز لان كنت عاملاه قبلها بليله. فقدامي كده الدنيا زي الفل والدنيا نظيفة جدا. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه تاني. طبعا قبلها بيوم اللي متابع الفيديو كنت غاسلة علبة البن. فقلت هنا بقى كده افضي البن بتاعي في العلبة بتاعته عشان يبقى جاهز كده بعد الفطار نقدر نعمل ايه البن بتاعنا والقهوة بتاعتنا. بن اللامار ده بنات حلو قوي، يعني حلو وسعره 50 جنيه، الكيس ده ب50 جنيه. بس طبعا انا اخده منه، هو مش كده بس. تمام، والرخامة عندي متظبطة وكل حاجة زي الفل كده قدامي، فاللهم لك الحمد ولك الشكر. هنا بقى دخلت على اوضه النوم، قلت برضو ايه اظبطها كده واكنسها كده كنسه حلوه. كانت برضو متروقه وكانت برضو متظبطه، فكنستها وشلت كده يعني ايه. طبعا السجاده دي انا كنت غسلاها كويس قوي قبل رمضان، ظبطتها كده وظبطت كل حاجه كده في الاوضه. خلاص كده عندي البيت كله، والتويلت كمان كنت عاملاه قبلها بيومين ومتنضف يعني وزي الفل ومظبطاه. هنا قلت كده اظبط بقى اللحاف بتاعي كده على السرير وخلاص على كده. فانتي بجد لو وصلت لغايه هنا يا ريت يعني تنوريني بالاشتراك بتاعك وباللايك بتاعك وكومنت حلو منك يشجعني. باي باي يا بنات، واشوفكم ان شاء الله في روتين جديد. بصوا النظافه، بصوا الحلاوه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.